خلصنا الاجازات ورجعنا تاني بقى للنورمال روتين بتاعنا، كمان داخلين على الصيف، اليوم الاطول، شغل اكتر، فمحتاجين تركيز لفتره اطول. طبعا الناس اللي كانت متعوده طول الوقت على القهوه والكافيين بتبدا تستهلك كميات اكبر مع طول النهار. وطبعا السبب الرئيسي هنا هو ان الكافيين زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقه، الكافيين اللي انت بتاخده من الشوت بتاع الاسبريسو او انت بتاخده من القهوه التركي بيعمل لك راشنج عالي جدا في خلال 30 دقيقه، وبعدين يديكلاين ينزل لاقل مستوياته في خلال من ساعتين لاربع ساعات ويختفي تماما عندنا من الدم، فتحس ان انت حصل عندك كافيين كراشنج، يعني اختفى، فيحصل وراها كافيين كريفنج، ان انت عايز قهوه تاني عشان تحس ان انت فايق. المشكله مش هنا بقى كمان لوحدها، ان انت ده بيدخلك لو انت قعدت فتره اطول شويه في البرين فوجنج او المنتال فاتيج، الاجهاد الذهني او الضباب الفكري، انا مش عارف اركز مش عارف اجمع، فتلاقي نفسك كل ساعتين ثلاثه عايز حد يجيب لك فنجان قهوه يفضل جنبك. خليني اقول لك معلومه حلوه على فكره، انت الكونسومشن بتاع الكافيين او استهلاك الكافيين من القهوه او الشاي لحد 3 فناجين يوميا، المتوسط ده على فكره ليه فوائد كبيره، ليها فيديو جاي لوحده، ولكن انا مشكلتي ان انت عايز تقعد ال 12 ساعه او ال 8 ساعات بتوع شغلك فايق. طب الحل هنا ايه؟ بالذات كمان لو انت من الناس الفاست كافيين ميتابولايزرز، كان في فيديو عندنا قبل كده اتكلمنا فيه ليه في ناس الكافيين بيجيب معاها نتيجه بسرعه وناس تانية لا. فلو انت كمان بقى من الناس اللي عندهم الفاست كافيين ميتابوليزم او الجسم بيتخلص منه بسرعه او بيستهلك كميات كبيره، فبقى في حاله من حالات التعود عليه، فالحل هنا ان انا استخدم المكملات الغذائيه اللي فيها الكافيين بشكل سستيند ريليز، ممتد المفعول. دلوقتي موجود كافينايزر في الماركت، اقراص طويله المفعول من 100 مللي جرام من الكافيين، الاكشن بيبدا يشتغل بعد حوالي تقريبا ساعتين، ودي فتره كويسه جدا، يعني ممكن تاخد القرص وانت نازل من البيت على ما توصل شغلك، وبيفضل يستمر معاك لفتره تصل من 8 ل 12 ساعه، محافظ لك على المستوى الثابت بتاع الكافيين في الدم، بيقلل فرص الراشنج والكراشنج الاثنين، لا هو هيعلى قوي ولا هو هيحصل له ابرابت ديكلاين او هينزل بشكل سريع. زائد ان ال 100 مللي جرام دي قلنا قبل كده ان هي تعادل تقريبا فنجان قهوه تركي تقيل من البن الروباستا، مش الارابيكا، ان الارابيكا 60% اقل في التركيز بتاع الكافيين، يعني لو دي هتطلع 100 مللي جرام الثاني يطلع 65 ل 70 مللي جرام. الكميه دي مش كبيره، ومعانا لحد كام؟ معانا لحد من 300 ل 400 مللي جرام يوميا لو انا شخص ما عنديش مشاكل في الجهاز الدوري والقلب، وبالتالي اقدر اخد الكافينايزر ده مرتين في اليوم او 3 مرات كمان في اليوم بشكل يحافظ لي طول الوقت على المستوى بتاع الكافيين. ممكن ابدا على فكره بتو تابس مع بعض لو انا من الناس اللي بيجي لهم منتال فاتيج بشكل سريع، بيحس بالاجهاد الفكري او الاجهاد الذهني بشكل سريع، فهنا هيساعده كويس قوي ان يكون يبدا ب 200 مللي جرام مع بعض، وده برده ايكويفالنت او ما يعادل تقريبا ان خد فنجانين ورا بعض في خلال 12 ساعه، وده رقم قليل. فخد بالك الجرعه امنه وملهاش تاثير خالص على الجهاز الدوري والقلب، في الوقت نفسه قللنا فرص ان احنا نصاب بالبرين فوجنج، وده حاليا كارثه الزمن دلوقتي، اغلب الناس بتخش بسرعه في الضباب الفكري، غير طبعا الاجهاد الذهني المنتال فاتيج، واتكلمنا كمان في فيديو سابق اسمعوا عشان ده مهم جدا على موضوع الادينوزين اللي بيعلى عندي في البرين او في المخ لما بحس بالاجهاد ويديني الاحساس بتاع الشت داون. الكافيين بيقفل التاثير بتاعه وبيخلي البرين طول الوقت او المخ طول الوقت منور، وبالتالي التركيز فاضل عندنا لفتره اطول. وافتكر دايما ان صحتك اهم.